يا ترى ايه اللي بيحصل لأسعار الذهب الفترة دي؟ وليه منخفضة عالمياً؟ وايه تأثير الانخفاض ده على السوق المحلي للذهب؟ ويا ترى ايه مصير الأسعار الفترة اللي جاية؟ وهل ده وقت مناسب للشراء ولا للبيع؟ أنا مريم مجدي وخليكم معانا في الفيديو ده علشان تعرفوا كل التفاصيل. الذهب عالمياً محقق تراجعات كبيرة، بس يا ترى هو ايه اللي بيحصل؟ وليه الأسعار بقالها فترة في النازل؟ هقول لك يا سيدي اللي حصل إنه يوم الخميس اللي فات صدر تقرير مهم في أمريكا عن الوظائف اللي بيوفروها القطاع الخاص غير الزراعي، والتوقعات كانت بتقول إن القطاع كان هيضيف 266 ألف وظيفة في شهر يونيو اللي فات، لكن التقرير صدر وفاجئ الكل، وظهر فيه إن الشركات ضاعفت عدد الوظائف المتوقع في شهر يونيو وضافت نص مليون وظيفة، ودي كانت أكبر زيادة حصلت خلال سنة كاملة. طب إيه علاقة بقى اللي بيحصل ده بأسعار الذهب؟ أنا هقولك. دلوقتي احنا عندنا منافسين في الاقتصاد الأمريكي مهمين جدا، وهم الفايدة وسعر الدولار والذهب. فلما يطلع خبر ان الاقتصاد الأمريكي وفر وظائف بضعف التوقعات، ده معناه ان سوق العمل في أمريكا قوي جدا، وده معناه برضو ان في فرصة أكبر لزيادة معدلات التضخم اللي بيحاول الفيدرالي الأمريكي يقلله من السنة اللي فاتت عن طريق رفع الفايدة على الدولار الأمريكي بمعدلات كبيرة لأول مرة من سنين. والطبيعي إنه مع رفع سعر الفايدة سوق العمل يتأثر وقروض الشركات تتأثر، وطبعاً الشركات هنا بتقلل حجم إنتاجها وبتقلل فرص الوظائف، لكن ده ما حصلش، وده طبعاً عكس اللي الفيدرالي بيفكر فيه، وده معناه إنه في اجتماعه اللي جاي ناوي يرفع سعر الفايدة تاني وكمان بنسبة أعلى من المتوقع علشان يحافظ على قوة سعر الدولار ويجذب المستثمرين ليه. وبكده يبقى الفيدرالي الأمريكي هيستمر في سياسة رفع الفايدة، واللي أكيد هتأثر بشكل سلبي على المستثمرين وعلى أسعار السلع زي الذهب طبعاً. طب إيه علاقة بقى التقارير اللي زي دي بأسعار الذهب عالمياً؟ اللي لازم تفهمه إنه طبيعي جداً يحصل تغيير في أسعار الذهب مع كل بيان رسمي بيصدر مع كل قرار أو بيان خاص بالاقتصاد الأمريكي. عندك مثلاً بسبب التقارير اللي صدرت للوظائف يوم الخميس اللي فات، سعر الذهب عالمياً وصل ل 1905 دولار للأونصة، ويوم الجمعة وصل 1917 دولار للأونصة. مش بس كده، ده كمان معظم البورصات العالمية سجلت تراجع حاد يوم الخميس. أما بقى لو بتسأل عن آخر توقعات البنوك العالمية لأسعار الذهب، فبنك أوف أمريكا عدل من توقعاته المستقبلية لسعر الذهب للعام الحالي، وده عند متوسط 1923 دولار للأونصة، بعد ما كانت التوقعات 2009 دولار للأونصة. والتغيير ده طبعاً كان بعد إعلان الفيدرالي رفع الفايدة مرتين خلال النص الثاني من عام 2023. نيجي بقى للسؤال الأهم، هي الفترة دي مناسبة للشراء ولا للبيع؟ شعبة الذهب قالت في تصريحات لجريدة المصري اليوم إن متوسط سعر الذهب الحالي مناسب جداً للشراء، وإنها كمان مش بتتوقع ارتفاعات مفاجئة في أسعار الذهب، وده لحد نهاية الأسبوع الحالي، خاصة وإن حركة العرض والطلب متوازنة، وكمان في استقرار في سعر الصرف، والسعر العالمي بيشهد نفس حركة السعر المحلي من حيث الارتفاع والانخفاض الهادي. دلوقتي بقى قول لنا رأيك إيه في أسعار الذهب الفترة الحالية، وقررت تشتري ولا عايز تستنى شوية؟